مش عارف تركز، حاسس انك بتبذل جهد وبتضيع وقت كبير من غير اي حصيله، او كل شويه بتدور على تحفيز عشان تعرف تكمل. صوت بيقول لك مفيش فايده، وقف، ارتاح من الضغط ده. تعال اقول لك المشكله فين بالظبط وبعدين اقول لك حلها. لو افترضنا ان في عربيه عارفه هي رايحه فين بالظبط ومحدده الهدف بالظبط، بس مش عارفه هي هتعدي على كام بلد، ومش عارفه المسافه قد ايه، وبسبب كده ما حطتش البنزين الكفايه اللي هيوصلها للهدف، هل برايك هتوصل؟ لا. هتقول لي يا مازن وده ايه علاقته بمشكلتي؟ اقول لك ان انت عندك نفس المشاكل بالظبط، محدد هدف واضح بس ما عندكش الخطوات اللي تقيس بيها مستواك، وما عندكش البنزين او الدافع اللي يخليك ما تحسش بالالم والتعب اللي انت بتمر بيه. الحل هتختار هدف واحد يكون عندك ليه دافع كبير ودوافع كتير. مثلا انا عاوز اتعلم انجليزي، هتسال نفسك وتقول ليه انا عاوز اتعلم انجليزي؟ عشان اسافر، عشان هيبقى عندي فرص شغل اكتر، عشان اكلم اجانب واكون علاقات معاهم، عشان هيبقى مثلا هشتغل كاستمر سيرفيس ويبقى معايا فرصة شغل، هشتغل في اي وقت. وكل ما كانت الدوافع كتيرة وقوية، كل ما هيبقى عندك طاقة اكتر توصل بها اسرع. طب يا مازن انا مش عارف اكتب خطوات لهدفي، اعمل ايه؟ لو هدفك كبير قسم هدفك لاجزاء، والاجزاء قسمها لخطوات، وبعد ما تخلص كل جزء قيم نفسك، لو تمام كمل للخطوه اللي بعدها. تعال اقول لك مثال، كان في شخص هيموت ويكلم اجنبي واحد ويفهمه، فكان هدفه الوحيد انه يتكلم انجليزي او يفهم الاجنبي ده. لما بحث لقى ان اي لغه 6 مستويات، فانا مش هركز على كل المستويات ده، انا هركز على مستوى واحد اللي هو الاول، اللي هو A1. بعد كده لقى ان اي مستوى بيتقيم ب4 حاجات: القراءه والكتابه والتحدث والاستماع، فانا مش هركز على ال4 دول، انا هركز على حاجه واحده بس وهي التحدث. وبعد ما اتكلم حلو بمستوى A1 هنقل على القراءه وبعدين التحدث وبعدين وهكذا، فاهم؟ وبعد ما اخلص المستوى الاول انقل على المستوى الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع لحد ما اوصل لسي 2. بس عند كل مستوى كان بيوقف يقيم نفسه، يشوف هل انا فعلا مستواي A1 في ال4 حاجات: القراءه والاستماع والكتابه والتحدث، ولا لا. ولو كانت الإجابة كان بيكمل المستوى اللي بعده، ولو كانت الإجابة لأ كان بيوقف يعيد ترتيباته ويشوف أنا إيه الأخطاء اللي أنا عملتها، ليه ما عرفتش أتكلم، هل أنا ماشي في طريق غلط ولا صح. لو بعد المثال ده مش فاهم أو مش لاقي خطوات واضحة لهدفك، اكتب لي في كومنتس وأعمل جزء تاني هفهمك فيه. وفي الآخر لو حاسس إن القناة هتفيدك فعلا، ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.